بيبا بيج مش المفروض تعرف إننا موجودين، لكن على مر السنين الكرتون كسر القاعدة دي أكتر مما تتوقع. الشخصيات بتبص مباشرة للكاميرا، الراوي بيتم الاعتراف بوجوده بصوت مسموع. النهاردة هنستعرض أفضل لحظات كسر الحاجز الرابع في بيبا بيج. يلا نبدأ بأكتر لحظة جنونية لكسر الحاجز الرابع في السلسلة كلها. في حلقة الأركيد، بعد حلقة كاملة من الفوز في كل الألعاب وجمع كومة ضخمة من عملات اللعب، بيبا وعائلتها راحوا على كانتر الجوائز وهم متوقعين حاجة جامدة. مس رابد ادت لهم الجائزة الكبرى، قلم رصاص، مش كيس ولا دبدوب كبير، قلم رصاص عادي واحد. بعد مجهود طول بعد الظهر كله، الراوي حاول يخلي الموضوع إيجابي وأصر أن بيبا فعلا بتحب قلمها الجديد. بس بعد ما استلمته على طول، بيبا بصت الكاميرا بنظرة بتقول كل حاجة من غير كلام. هي مش محتاجة تقول أي حاجة، النظرة لوحديها قالت لكل الجمهور إن نظام الجوائز في الأركيد نصب، وإحنا لسه شايفين طفلة عندها 4 سنين بتتعلم الدرس ده لحظة بلحظة قدام الكاميرا. بس أكتر كسر للحاجز الرابع في المسلسل كله حصل في حلقة زيارة السينما. العيلة قاعدة في السينما والراوي بدأ يحكي زي كل مرة، بس المرة دي قبل حتى ما يكمل جملته كل الناس في السينما لفوا وبصوله وقالوا له اسكت. النهاردة كل شخصيتي في نفس اللحظة. الراوي فعلا سكت. في لحظة واحدة كل الشخصيات بيعترفوا مع بعض إن الراوي موجود وإنه في الأوضة معاهم وإنهم زهقوا من كلامه أثناء الفيلم. ده مش تلميح، دي الحاجز الرابع بيتدمر على إيد مجموعة من الناس. دلوقتي يلا نرجع لأول حلقة من بيبا بيج، البرك الطينية. في المقدمة بيبا بتبصلنا مباشرة، وبعد كده في الحلقة بتنط في بركة وبتقول أنا بحب البرك الطينية، وهي بتبص للكاميرا مباشرة. أنا بحب البرك الطينية. من أول لحظة البرنامج كان بيتعامل معانا كأننا موجودين معاها في الأوضة، مش كأننا جمهور مش باين بيتفرج من مكان بعيد. في كمان نسخة أهدى من ده، فيها ألعاب بالورق. لما مدام جازيل بتمدح شجرة الورق بتاعت مولي مول بتقول إنها أعظم حاجة شافتها في حياتها. إدموند إليفنت واضح إنه مش مقتنع، بيبص مباشرة للكاميرا كأنه بيتأكد إذا كنا سمعنا اللي اتقال بنفس الطريقة اللي هو سمعها. بجد شاطرة يا مولي. وبعد كده لما مدام جازيل قالت بكل بساطة أيوة، لازم يكون عندك صبر عشان تعملي الرسوم المتحركة. الجملة دي مش موجهة للأطفال بس، لكن كأنه المسلسل بيشرح نفسه لينا إحنا بشكل هادي. في حلقة الأحذية الذهبية بيبا بتروح أبعد من كده، هي فعلا بتقول اسم الحلقة بصوت عالي كأنها بتقدم برنامجها بنفسها. الذهبية الوردية الفاخرة. هو فعليا ده برنامجها فعلا. بعدين في الحلقة ويندي وولف بتبص للكاميرا وبتقول ده بالظبط زي سندريلا. بتتكلم مباشرة مع الجمهور بدل الشخصيات التانية. وفي الآخر الرش في البرك الطينية بيبقى جامد لدرجة إن الطين فعلا بيتناثر على الشاشة. الفوضى وصلت لحد التلفزيون نفسه. نفس الحركة دي بتظهر تاني في مهرجان الطين. الأرض بقت بركة طين كبيرة بعد أيام من المطر، ولما بابا بيج نط فيها الطين غطى الشاشة كلها. العرض مش بس بيتكلم معانا دلوقتي، ده بيتعامل مع الشاشة نفسها كأنها جزء من العالم. الأمور بتبقى غريبة فعلا في حلقة أرض التلفزيون. سوزي تشيب بتشغل التلفزيون والبرنامج اللي شغال هو بيبا. تعرف نفسها بنفس الطريقة اللي بتعملها في بداية كل حلقة من المسلسل بجد، وده معناه إنه جوا عالم بيبا نفسه في برنامج تلفزيوني اسمه بيبا بيج بيعمل نفس المقدمة اللي بنشوفها في المسلسل الحقيقي. المسلسل عمل نسخة طبق الأصل من نفسه جواه. نفس الحاجة بتحصل في حلقة كاميرا التصوير بتاعت بابا بيج بيصور العيلة بالكاميرا. وفي المشهد الأخير بيبا فجأة بتتحول لوضع المذيعة وبتعيد تقديم جورج ومامي بيج، ونفسها تقريبا بنفس الكلام اللي في مقدمة البرنامج الحقيقي. ده أخوي الصغير الحبوب جورج. وللحظة بيبا مش بس شخصية في بيبا بيج، دي بقت مقدمة برنامج بيبا بيج جوه بيبا بيج. في حلقة حفلة الأبطال الخارقين الآنسة رابت كانت بتتعامل مع فاضل الحفلة، ولما بصت للكاميرا وقالت طالما ما فيش أي شباك مفتوح، كأنها بتحذرنا بشكل مباشر. الراوي كمان بيتشد للموضوع ده. في حلقة البرك الصخرية بعد ما بيبا تشتكي إن مفيش رملة، الراوي بيقول بيبا وجورج بيحبوا يعملوا قلان من الرمل. والاتنين عيال على طول بصوا للكاميرا كأنهم سمعوا حد بيتكلم فوق دماغهم وعايزين يتأكدوا. احنا سمعناه برضو.
في غابة الزهور البرية الراوي قال معلومة عشوائية، اللاتينية دي لغة من زمان قوي. وإدموند إليفانت بيهز راسه كده كأنه بيعترف بوجود الراوي مباشرة، وده معناه إن الراوي مش مجرد صوت في الخلفية، هو موجود في العالم بشكل كافي لدرجة إنه الشخصيات تقدر تتفاعل معاه فعلا. بابا بيج بياخد لحظته الخاصة في سباق المرح. بعد ما أكل مكرونة كتير قوي قبل السباق بيبص للكاميرا مباشرة وبيعترف، أنا مش شايف إني كان لازم آكل مكرونة كتير كده. هي في الأساس اعتذار مباشر للجمهور. وفي حلقة الإعلان الكبير بعد ما كشفوا إن مامي بيج حامل، بيبا بدأت تسأل الأسئلة الخطيرة عن إزاي البيبي دخل هناك. بابي بيج بيبص مباشرة للشاشة عاجز تماما، وبيترجى الجمهور في صمت ينقذوه من الحوار ده. حلقة تعلم الحروف مليانة بلحظات زي دي. أثناء جزء حرف الإف بيبا بتغني أنا ضفدعة صغيرة، وهي بتبص للكاميرا مباشرة كأنها بتغني مخصوص لينا. ولما يوصلوا لحرف M العيلة كلها بتقفز في البركة الطينية وهم بيبصوا للكاميرا كأنهم بيتأكدوا إننا موافقين على اختياراتهم في الحياة. نفس أغنية الضفدع دي بتظهر تاني في حلقة الضفادع والدود والفراشات. وفي نهاية الحلقة بيبا بتبطل تتكلم مع أصحابها خالص وبتكلم الجمهور مباشرة وبتقول لهم إنهي واحدة هي بتحبها أكتر. بس أنا بحب الضفادع أكتر حاجة. في حلقة منطقة اللعب الناعمة بابا بيج بيبص للكاميرا قبل ما يدخل منطقة اللعب وبيقول أنا هدخل هناك وهعلق. هو بيتنبأ بمستقبله بصوت عالي قدامنا، وبعدين اللي قاله بيحصل بالظبط. في عيد ميلاد بابا بيج بعد ما العيلة كلها نطت في بركة طين كمفاجأة، عيد ميلاده بابا بيج بص للكاميرا في الآخر وقال ده إحنا عيد ميلاد ليا في حياتي. هو مش بيتكلم مع بيبا أو مامي بيج، هو بيتكلم معانا إحنا، كأنه محتاجنا إحنا بالذات نعرف هو كان مبسوط قد إيه. إدموند إليفانت بياخد لحظته في حلقة الطواحين الهوائية بعد ما شرح بالظبط إزاي الطاحونة بتولد كهرباء. الراوي قال عليه إنه شاطر حبتين. إدموند إليفانت شاطر حبتين. وفعلا إدموند بيبتسم للكاميرا على طول كأنه كان مستني طول حياته العبقرية الصغيرة إن حد يعترف بيه رسمي. حتى الخيال مش آمن من ده. في حلقة كبسولة الزمن بيبا بتتخيل مستقبل هي وأصحابها عايشين فيه على القمر. داني دوج بيتخيل نفسه بيطير بصاروخ فضاء، وأثناء ما هو بيعمل كده بيبص للكاميرا وبيقول مباشرة وأنا هطير بصاروخ فضاء. هو كسر الجدار الرابع وهو جوا خياله. وده بيخلينا نسأل، يا ترى داني عارف إننا موجودين حتى وهو بيحلم؟ جورج بياخد لحظة لطيفة في حلقة دكتور السنان بعد ما الدكتور إليفانت قال له إن أسنانه كويسة. الراوي قال إن جورج فخور جدا إن أسنانه نظيفة. جورج فخور جدا إن سنانه نظيفة. وجورج رالطور بص للكاميرا وورى أسنانه كأنه في إعلان معجون أسنان. الأنيسة رابت خدت أكتر لحظة فوضوية. خلال مسابقة غناء قدمت راب كامل عن كل شغلانة اشتغلتها قبل كده، وعددت حاجات زي رجل إطفاء، غواصة، وأمينة مكتبة، وحتى فكرت الكل إنها مرة أخذت ميدالية من الملكة. هي أنهت كل حاجة حرفياً بأنها قالت بوم ورمت المايك. بس الكسر الحقيقي للجدار الرابع هو فين كانت تبص طول الوقت، مش على الحكام ولا على أي حد تاني في المشهد، علينا إحنا. كأنها كانت مستنية على مدار 8 مواسم من شغل حوالي 50 شغلانة مختلفة إن حد أخيراً يسألها عن اجتهادها في الشغل. ودلوقتي بعد ما بقت على المسرح بتتأكد تماماً إننا نشوف ده. يبقى كده الموضوع واضح. بيبا بيج كانت بتكسر الجدار الرابع بهدوء من أول حلقة ليها وما بطلتش أبداً. إيه أكتر لحظة فاجئتك؟ قول لنا في التعليقات، وزي ما تعودنا هنشوفكم في الفيديو الجاي.